تعال شوف كده داود ده يعني راجل فعلا. الكتاب لما قال فتشت على داود وجدته حسب قلبي. ليه؟ الراجل ده رغم الخطايا اللي وقع فيها بس راجل كان مليان بمحبة شديدة للرب. تعال شوف كده في مزمور 27. عارف في الوقت ده كان ايه؟ كان مطارد من شاول. واحد مطارد من شاول يقول له واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في بيت الرب تفرس في هيكله. يا عم ده انت ظروفك صعبة، ده انت دنيتك صعبة، ده انت حالك يصعب على الكافر، ده واحد عايز يموتك. مرة تاني تروح لمزمور 42 كان برضه مطارد من شاول يقول له كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفوسنا إليك يا الله. واحد مطارد ومستخبي في مغارة ويطلع من مغارة لصخرة ويقول أنا يوما سأهلك وسأموت بيد شاول، لكن أنا جعان وعطشان للرب. أنا بحب إلهي. علاقتنا بقى مع الرب أحيانا أنا آسف بتبقى تدين. الرب ما بيحبش التدين، الرب ما بيحبش الشكل. قال لهم كده أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. تقليد إن أنا أروح الجمعية يوم الحد، أنا عندي تقليد إن أنا عندي خدمة يوم الجمعة فأنا بنزلها، لكن أنا قلبي مش متعلق بالرب، قلبي مش متحرك ناحية الرب. أنا مش قلبي بيحب الرب وفي غيرة للرب. كده إيليا غيرة رب الجنود، تركوا عهدك، نقضوا مذابحك، قتلوا أنبائك بحد السيف. تعال غيرة رب الجنود النهاردة بينك وبين الرب في علاقتك الشخصية بيه. خلي العلاقة تبقى علاقة جوع وعطش، مش علاقة تدين وشكل. أين مذابحنا في البيوت؟ أين مخادعنا في البيوت؟ أين أوقات صلاتنا وتكريسنا في البيوت؟ فين أصوامنا؟ فين صلواتنا؟ الرب يبحث عن كنيسة بتحبه من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدر، عشان لما تحبه هيعلن ليها أسراره، وهنا يخرج ثمر ويخرج أنهار ماء حي مني ومنك في شغلك، في الشارع، في كل حتة. فقدت الشغف في الخدمة، في ثمر؟ مفيش ثمر، ادينا مكملين.